بتشوف الستايلات دي كتير على الانترنت ومش عارف بتتعمل ازاي وفين؟ يبقى الفيديو ده ليك. في الدرس ده هعلمك ازاي تعمل الستايلات دي بكل سهولة وبطريقة مجانية، خاصة على الكتابة العربي، لأنه هي اللي بتكون فيها مشاكل. فبعد السلام والتحية، معاكم أخوكم أبو حمزة، استنوني بعد الانترو. بداية أنا جمعت لك ملف فيه أكتر من ستايل كتابة. كل اللي عليك هتضيف الكلمة اللي هتطبق عليها الشكل، وهسيب لك البرومبت دي كلها في الوصف أسفل الفيديو. تعال نطبقهم مع بعض ونشوف إيه النتيجة. هناخد أول وصف معانا الخاص بشكل البركان، نسخ، ونروح على جوجل AI ستوديو ونفتح نانو بانانا ونضيف من تحت الوصف اللي نسخناه. بعدين نروح لبرنامج الفوتوشوب ونكتب الكلمة اللي هنطبق عليها الشكل، ونغير شكل الخط زي ما انت عايز أو شايفه مناسب، ونخليها في نص الصفحة. بعدين ما نحفظها صورة JPG. نرجع تاني على الموقع ونضغط على علامة بلس اللي في الجنب ونرفع الصورة اللي حفظناها من شوية، ونضغط على كلمة رن وننتظر لحد ما تحمل. شايفين النتيجة؟ ممتازة الصراحة. ركز كده على التفاصيل اللي في الكلمة والعروق البركانية اللي في الشكل، كل ده بضغطة زر واحدة وبطريقة مجانية. أهم حاجة الوصف المناسب. تعالوا نجرب شكل تاني. هنروح برضو ناخد الوصف الخاص بشكل اللحمة، نسخ، ونضيفه في نفس المكان. بعدين بتكتب الكلمة اللي عايزها على الفوتوشوب ونحفظها صورة JPG، ونروح على الموقع ونرفعها زي ما عملنا من شوية. واضغط على الرن وانتظر تحمل. ودي كانت النتيجة التانية معانا بدون أي مشاكل. تحس إن الكلمة قطعة لحمة فعلا. طب لو عايزين نغير شكل الخط، بتروح على الفوتوشوب وتختار الشكل المناسب، بعدين بتحفظها صورة JPG. بعدين بنرفعها على الموقع بنفس الطريقة ونضيف الوصف ونضغط على الرن. لو ظهرت معايا النتيجة بالشكل ده كده يبقى الموقع مش فاهم الصورة فبيكتب أي كلام من عنده. لكن حلها بسيط، بنرفع الصورة تاني لوحدها بدون وصف، لأن الوصف احنا أضفناه في الصورة اللي قبلها. واضغط على الرن. شايفين كده فهم الصورة التانية؟ والحركة دي بتحصل كتير خاصة مع اللغة العربية، لأن معظم المواقع مش بتفهم العربية، بتترجمها على إنها شكل. طب تعالوا نجرب شكل تاني. هنعمل نفس الخطوات مع شكل العسل. بنرفع الصورة ونضيف الوصف واضغط على رن. وهنا كانت النتيجة بنفس المشكلة من شوية. وفي الحالة دي هرفع الصورة تاني لوحدها واضغط على رن. شايفين كده قدر يفهمها. عايزكم تركزوا على التفاصيل اللي في الكلمة، حاجة جميلة جدا. طبعا بتحمل الصورة من علامة السهم دي. طب تعالوا نشوف حاجة تانية برضه هنطبق نفس الخطوات، المرة دي مع شكل الجبنة. بنرفع الصورة ونضيف الوصف واضغط على رن. واخدين بالكم من الجبنة السايحة وشكل الرومي بالتفاصيل بتاعته؟ طب لو أنا عايز أغير الكلمة هروح برضه على الفوتوشوب واكتب اللي عايزه واحفظها صورة، بعدين برفعها على الموقع واضيف الوصف. بس بغير الكلمة اللي مكتوبة واكتب الكلمة اللي حطيتها. هكتب موتزاريلا واضغط على رن. طب هنا ظهرت معايا المشكلة دي تاني، بروح برضو وارفع الصورة تاني لوحدها، برضو ما ادتنيش النتيجة اللي عايزها.
في الحالة دي بفتح الموقع من أول وجديد وأضيف الصورة والوصف كامي وأضغط على رن. شايفين كده الموقع بدأ يستوعب، وده طبيعي إنه يلخبط معاك لأن بيكون عليه ضغط كبير. تعالوا نجرب شكل أخير هنطبق على ستايل الزرع ونعمل نفس الخطوات. نرفع الصورة ونضيف الوصف اللي معانا. هنا النتيجة تمام وزي الفل، بس المشكلة لحم الحروف مع بعض. في الحالة دي نضغط على علامة النجمة علشان يطلع شكل تاني أو يعالج الصورة. برضو نفس المشكلة، لزق أول حرفين مع بعض. هنجرب حل تاني، نفتح الموقع من أول وجديد وأضيف الصورة والوصف. برضو نفس المشكلة، المرة دي هنروح نغير الكلمة نفسها، يمكن مش فاهمها. هنكتب كلمة ظهور، وهنا في ملحوظة عايز أقولها: لما تيجي تحفظ الصورة ما تسجلهاش باسم عربي، اكتبها بأي حاجة أرقام أو إنجليزي، لأن بيسهل على الموقع يفهمها. وهنغير الكلمة في الوصف ونكتب ظهور. شايفين؟ فهم الصورة بسهولة وطلع لي النتيجة اللي محتاجها. طب تعالوا نغير شكل الخط ونحفظ الصورة مثلا برقم 3. بعدين برفعها واضغط على رن. كده تمام جدا، طلع لي الشكل والاسلوب اللي رسمه في دماغي. طب انا لو لقيت شكل عجبني وعايز اطبقه على كتابة معينة، هنعمل كده ازاي؟ بروح اجيب الصورة او الشكل، وليكن شكل البطيخ ده، واخدها واروح على تشات جي بي تي واحطها في الاسفل واكتب له محتاج برومبت لنفس اسلوب الكتابة، واضغط على السهم. هيديك الوصف جاهز بالشكل ده. هتاخده نسخ وتروح على برنامج الفوتوشوب، تكتب الكلمة اللي هتطبق عليها، بعدين بتحفظها، ونروح على نانو بنانا نرفع الصورة ونحط الوصف اللي أخدته من تشات جي بي تي، وتضغط على رن. شايفين النتيجة عاملة ازاي؟ هسيبكم انتوا تحكموا بنفسكم. كذلك الكلام ده هتعمله مع أي شكل يعجبك. وفي النهاية أتمنى درس النهاردة يكون عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك بتاعكم علشان نقدر نكمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.